المغرب يطمح لاستقطاب نجم ريال مدريد إبراهيم دياز. تجسدت حالة من التفاؤل الغير مسبوق في محيط المنتخب المغربي بفرصة التعاقد مع لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، وذلك بناء على تطورات جديدة تمثلت في تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب المغربي بعد تغيير جنسيته الرياضية واستكمال الوثائق الإدارية اللازمة. وفي خطوة أخيرة قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم طلباً رسمياً لضم اللاعب لمعسكر المنتخب المقبل. وبالنظر إلى المشاريع الرياضية التي قدمها فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لدياز، يبدو أن اللاعب أصبح ميالاً لقبول عرض المنتخب المغربي، خاصة مع وعود بأن يكون النجم الأول ومحور تشكيل المنتخب في المستقبل، بالإضافة إلى فرص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 وتأهل المغرب لكأس العالم 2026. ويرى المصدر الذي أوردته كوورا أن دياز قد أصبح أقرب لتمثيل المنتخب المغربي بسبب غياب التواصل من المنتخب الإسباني والركراكي، ويتضح ذلك من غلاف صحيفة ماركا الإسبانية الذي يشير إلى تردد دياز بين اختيار المغرب وإسبانيا، مع تأكيد الصحيفة أن المغرب أصبح أقرب لقلب اللاعب من إسبانيا. ويعبر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن راحته النسبية بشأن هذا الملف بعد مرور عام من المتابعة، وذلك بعد لقاءاته السرية مع اللاعب ووعده بالفرص الواعدة في المنتخب المغربي. ويأتي هذا بعد تلقي دياز العديد من الوعود بعدم الانضمام للمنتخب الإسباني. إنشيلوتي يعلق على أخبار تمثيل إبراهيم دياز للمغرب. إبراهيم دياز وتمثيل منتخب المغرب، لم نتحدث عن ذلك، إنها مسألة شخصية. اللاعب يفكر في الأمر، لكنني لم أتحدث معه في هذا الشأن. رفض برشلونة عرضاً خرافياً من باريس سان جيرمان. ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يبدأ التحضير لخروج محتمل لكيليان مبابي في نهاية الموسم عقده مع باريس سينتهي، وقرر اللاعب مغادرة الفريق بنهاية الموسم، مما يؤكد التقارير على انضمامه المحتمل لريال مدريد. فيما يبدو يبحث باريس سان جيرمان عن استبدال مبابي بلاعب جديد وهو لامين يامال نجمي. عن برشلونة، باريس سان جيرمان مستعد لدفع 200 مليون يورو لضم يامال الذي لم يتجاوز عمره 16 عاماً، لكن برشلونة يرفض العرض مؤكداً أن يامال ليس للبيع. فمن المؤكد أن يامال يبقى جزءاً لا يتجزأ من مستقبل برشلونة. فهل ستكون هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم؟